مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. خليني أعمل لكم اختبار سريع. هقول لكم 10 أماكن مختلفة مطلوب من حضراتكم تعرفوا نفسكم. هتعرفوا كم مكان منهم: مدينة هيراكليون، وادي مغارة، جزيرة الموز، جبل قبة الهوى، محمية وادي الجمال، الوديان الملونة، قلعة شالي، جبل الكريستال، الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. يا ترى جبتم كم منهم؟ لو جبت أكتر من 5 أحب أقولك للأسف برافو عليك. وبقول للأسف لأن كل الأماكن دي موجودة في مصر، ف5 ده الحد الأدنى للمعرفة بثقافة بلدكم. أما لو جبت أقل من كده فخليني أقولك حقكم عليا، لأنها مش غلطتكم، لأن فعلا الأماكن دي وغيرها كتير مش واخدة حقها رغم جمالها وتاريخها العظيم. خليني سريعا أقول لك نبذة صغيرة عن كل مكان من الأماكن دي. هنبدأ بمدينة هيراكليون، أو زي ما بيتقال عليها كده المدينة الغارقة، والموجودة في شواطئ أبو قير في اسكندرية. تم اكتشافها سنة 2000. بيرجع تاريخها للقرن ال 12 قبل الميلاد. المدينة كانت بتعتبر البوابة التجارية لمصر، واللي ازدهرت في القرن السادس قبل الميلاد. في المدينة دي اكتشفوا معبد كبير للإله أمون، وكمان تم اكتشاف تماثيل كتيرة مختلفة لملوك مصر والآلهة القديمة، ومن أبرزها تمثال الإله حابي، طوله كان حوالي 4.5 متر. وكمان تم العثور على أكتر من 64 سفينة غرقانة على حدود المدينة. هيراكليون تعتبر دلوقتي وجهة مميزة للسائحين والغواصين المحبين جدا للتاريخ. وادي مغارة الموجود في المنطقة الجنوبية لشبه جزيرة سيناء. كان الفراعنة في مصر القديمة بيبعتوا عمال المناجم ليها لاستخراج النحاس والفيروز، واللي كان بيعتبر حجر كريم مهم جدا عند المصري القديم وعندنا احنا كمان دلوقتي. تم اكتشافها سنة 1809، وكان فيها نقوش فرعونية بتحكي قصص البعثات القديمة لاستخراج الفيروز والنحاس في عصر الملك سنفرو والملك بيبي الأول. وادي مغارة واحد من أهم الأماكن الأثرية المهمة قوي رغم عدم شهرتها. نروح بقى لجزيرة الموز، من أجمل الجزر الموجودة في نهر النيل. موجودة على حدود الأقصر، بتتميز بطبيعتها المذهلة، نباتات مختلفة، وطبعا أهمها شجر الموز. بتعتبر من التجارب المتميزة جدا واللي بنصح بيها انكم تزوروها جدا جدا. تجربة بتجمع ما بين الرحلات النيلية والخروجة الترفيهية الجميلة وحديقة حيوان وكافيهات، أماكن كتير للخروج. هتستمتع بالطبيعة والهدوء، وهتتعرف على الحياة الريفية المصرية البسيطة. جبل قبة الهوى موجود في أسوان، متميز جدا بموقعه المرتفع عن المدينة ونهر النيل، والجبل بيطل على مقابر النبلاء والمسؤولين في العصور الفرعونية القديمة اللي كان دفنهم فيها بيعتبر تكريم ليهم على خدمتهم للدولة. وكانت بتضم رسومات ونقوش عن الحياة اليومية والشعائر الدينية للمصري القديم. جبل قبة الهوى من الأماكن المتميزة جدا في أسوان، وده الزخم الأثري، غير إنك تقدر تشوف المدينة مع النيل مع المناظر الطبيعية الجميلة اللي حواليه من فوق بمشهد بانورامي أقل حاجة تتقال عليه مذهل. محمية وادي الجمال على ساحل البحر الأحمر، مساحتها أكتر من 7400 كيلو متر في البر وأكتر من 2000 كيلو متر في البحر. تعتبر جنة على الأرض، فيها تنوع نباتي وحيواني وبحري. محمية تعتبر من الوجهات السياحية المتميزة جدا للسائح. أنهي بقى؟ اللي بيحب الغوص
والسنوركينج ومشاهدة الشعب المرجانية والسفاري واكتشاف الوديان والجبال اللي موجودة المحمية دي. كمان في مناطق أثرية كتيرة فيها، والمناجم القديمة اللي كان بيستخدمها المصري القديم عشان يستخرجوا الزمرد. محمية رائعة. الوديان الملونة موجودة في نويبع، من أجمل المناطق الجيولوجية اللي موجودة في العالم. جبل صخري ملون كده موجود حواليك في كل مكان وكأنك في حلم. ده نتيجة للترسبات المعدنية المختلفة على مر ملايين السنين. والمحمية بدأت تاخد شهرة كبيرة السنين اللي فاتت، وبقت مزار سياحي كبير بتستمتع فيها بالسفاري والمشي والتصوير والاستكشاف. نروح بقى لقلعة شيلي في واحد سيوة في الصحراء الغربية، وهي واحدة من المناطق المميزة جدا اللي بتعكس التراث الثقافي والمعماري للمنطقة. مصنوعة من الطين والطوب اللبن، ويرجع تاريخها للقرن ال 13 الميلادي. القلعة بتتميز بتكوينها المميز في الفترة دي من ممرات وأبراج لايقة جدا جدا على الطبيعة المحيطة، وكان بيستخدمها السكان الواحة ديت كحصن ضد الهجمات المختلفة. ودلوقتي القلعة بتعتبر من المناطق السياحية اللي بتحكي تاريخ الواحة، واللي تم ترميمها من الدولة للحفاظ عليها كمعلم سياحي مهم. جبل الكريستال في الواحات البحرية، وهو من الظواهر النادرة والجميلة اللي بيتكون من تكوينات صخرية تشبه الكريستال، بتعكس ضوء الشمس بشكل جميل، بتخلي الجبل كله مضيء. الجبل بيعتبر من الوجهات السياحية اللي بتدي فرصة للسائح بالمشي في التضاريس المختلفة والطبيعة الصخرية المميزة، وتاخد صورة أكتر من رائعة. وعلى بعد شوية كيلومترات هتلاقي أغرب صحراء في العالم، وهي الصحراء البيضاء اللي بتتمتع برمالها البيضاء والمميزة. ده غيرها إنها بتعكس ضوء الشمس خاصة في الغروب، وتكاد تكون خيال. وبعدها بشوية هتلاقي الصحراء السوداء بصخورها السوداء المميزة اللي بتغطي كل مساحة الصحراء، نتيجة لتبريد حمم بركانية من ملايين السنين. كل اللي أنا قلته ده نقطة في بحر معلومات الأماكن ديت وقيمتها. لكن المقصود من كل ده إن مصر غنية، غنية بالمواقع الأثرية والمناطق الطبيعية والأماكن التاريخية والثروة النباتية والحيوانية والتنوع الجيولوجي وغيرهم وغيرهم. لكن ينقص الأماكن دي عنصر مهم جدا: التسويق والترويج، سواء داخل مصر أو خارجها، علشان نقدر نوصل ل10 من 10. فاصل وارجع لكم تاني.